ده مش رام ولا كارلس بيول، ده حضرة المدافع أحمد حجازي، مدافع فريد من نوعه زي ما وصفته الصحافة في السعودية لحظة إعلان انضمامه للاتحاد السعودي. مدافع غير فكرة العالم عن المدافعين، بيقدر يطلع بالكورة من ورا لقدام ويبني الهجمة بشكل منظم، يزق فرقته لقدام بشكل مميز، وغير قدرته على الفوز بالثنائيات والحنكة في التعامل مع المهاجمين، وأفضل مدافع في أفريقيا في ضربات الرأس. حجازي مدافع عالمي، لعب لنادي فوريتينيا في الدوري الإيطالي، ولكن اتصاب في أولى مشاركاته بقطع في الرباط الصليبي، ويرجع من الإصابة وأثناء التمرين بيتصاب مرة تانية برباط صليبي عشان يتغيب 5 شهور. ورغم كده لا تراجع ولا استسلام، لاعب عنيد ومكافح ودماغه ناشفة وعارف هدفه كويس جدا. يرجع حجازي من إيطاليا ويلعب مع الأهلي موسمين كاملين. في أولى مشاركات حجازي مع الأهلي يحرز أول لقب على حساب نادي الزمالك بالكاس المصري، ويشارك حجازي في 38 مباراة، يستقبل دفاع الأهلي 14 هدف فقط. عشان يتم استدعاء أحمد حجازي للمنتخب المصري ويشارك معاه في بطولة أفريقيا مع المنتخب، بطولة الكاميرون اللي كانت صعبة جدا جدا جدا، وحجازي ظهر بشكل غير عادي بارع جدا جدا، وكان متفوق على نفسه، وقدر يساعد المنتخب المصري انه يصعد للنهائي امام الكاميرون ويخسر المنتخب بضربات الجزاء ويحصل على وصافة البطولة عشان يتم اختيار حجازي للتشكيلة المثالية لقارة افريقيا للمنتخبات. واكيد بعد المستوى العظيم ده يجي له عرض في الدوري الانجليزي لنادي ويست بروميتش. ويست برو بيلعب 42 مباراة في اول موسم، حجازي بيشارك فيهم كلهم بشكل منتظم وبيظهر بشكل رائع وبارع وعظيم. وفي الموسم التالي يهبط ويست برو الى الشامبيونشيب، وحجازي يلعب مع الفريق ويكافح ويناضل مع ويست برو لغاية ما بيرجع الفريق مرة تانية للبريمير ليج عشان تبدأ مفاوضات مع اتحاد جدة السعودي لأحمد حجازي، والجماهير تصف حجازي بالمنقذ وتخرج إلى الشوارع والمطار تستقبل حجازي بالورود عشان تبدأ مرحلة جديدة في حياة حجازي مع الاتحاد، ويكون أول لاعب مصري يقود فريق سعودي وكمان يحقق معاهم بطولة الدوري. في موسم 2023 في مباراة صعبة جدا أمام الفيحاء، وحجازي يساهم في فوز الاتحاد بنسبة 90%. مش بس كده، حجازي بيلعب 55 دقيقة كاملة وهو مصاب، ولم يغادر أرضية الملعب حتى تأكد واطمأن تماما أن الاتحاد السعودي بطل الدوري. مش كده وبس، حجازي لم يتحدث عن الإصابة لكي لا يفسد على زمايله في الفريق فرحتهم بالفوز واللقب. فهل بعد كل الإخلاص والتفاني والعمل ده يكون الشكر انه يرحل عن الفريق عشان عيون راموس سانتوس، بعد ما كان بيقول لحجازي انت قائدي وانا اثق بك وسنمضي سويا لكي نصنع المجد؟ يعمل مع حجازي ده كده حجازي صانع الاتحاد وقائد ثورته، تكون دي نهايته. حجازي اللي الجماهير كانت بتتغنى باسمه، جماهير الاتحاد السعودي العاشقة والولهانة والملهمة بأحمد حجازي، اللي قالوا عنه حبناه قبل ما يوقع العقد، حبناه قبل ما يوصل جدة، حبناه قبل ما يلعب أول مباراة، عشقناه ولم يسجل أول هدف، تألمت قلوبنا لما أصيب، نتابع مبارياته مع مصر تخوف وقلق، كل هذا ولم يحقق أول بطولة بعد فقط لأنه أكبر سبب في صنع الاتحاد وقائد ثورته. العديد من الصحف وقتها قالت على حجازي إنه المدافع العالمي. حجازي بيجيد كل حاجة في كل حاجة، بيحسن كل حاجة في كل حاجة، لاعب بلاي ميكر، لاعب مهاجم، لاعب بيعمل اسيستات، لاعب بيلعب قلب دفاع، لاعب بيلعب بإخلاص وتفاني وقلب وعقل وروح، لاعب من العيار الثقيل. ده كان ملخص عن أحمد حجازي، قائد ثورة الاتحاد السعودي ونجم منتخب مصر والنادي الأهلي، واللاعب اللي حاجز مكانه كسنتر باك في المنتخب المصري. قول لنا إيه رأيك في التعليقات على طرد أحمد حجازي من الاتحاد والاستغناء عنه بالشكل ده، واعمل فولو ولايك.